أهلا بوليد إسماعيل. سمعني إن شاء الله. سلام عليكم. وعليك السلام. إن شاء الله إسماعيل. المناظرة وليد إن شاء الله والمناظرة عليك إن شاء الله عليك أن تخفض صوتي عندك. أنا أسمع طنين صوتي. هذا من المايك الميكروفون عندك. هل عندك هنالك سبيكر في تمام الاستوديو؟ يلا تمام زي الفل يلا. نعم. لا هذا لا يكون مناظرة هكذا. إذا أنا أسمع صوتي لا مناظرة لا أقدر ما أن تسمع أناظرك. صوتك. فين الصوت اللي بدنا؟ أنا أسمع صوتي مرة أخرى من عندك. من عندي فين؟ من عندي فين؟ تسمع مرة أخرى من فين عندي؟ يا إخوتي انظروا، هذا إذا أنا كنت أتحدث بوحدي بل لا أسمع صوت، لا تسمعون صوتي مرة أخرى، ولكن يأتيني الصوت من عنده مرة أخرى يرجع إلي. الآن صار ما عندي أفضل. أنا عندي زي ما حضرتك أنت بتسمع أنا بسمع. طب أنا سامع صوتك من دون تردد. الآن جيد، الآن صار جيد، الآن غيرتموه التنظيم عندكم فأصبح جيدا الحمد لله. الآن جيد، الآن لا أسمع صوتي. يا جماعة أنا هنا مش أخرى. سامع صوت كويس، يعني الصوت واطي جدا، هفضل أسمع واطي. الآن صارت جيد، أنا أسمعك كذلك. بارك الله بك، يشكرك. ولكن حين المناظرة إن شاء الله أرجو استوديو منكم أن لا تفتحوا صوتي علي، لا ترجعوا صوتي إلي. هذا أيضا يكون من كيدكم. أنا لا أفعل نفس الشيء معك. أنا أقدر أن أرسل صوتك إليك كأننا في مغامرة ولا كأننا احنا أنا أقدر أن أفعل نفس الشيء معك، ولكن أنت لا تفعل معنا ذلك. بارك الله بك يا أيمن. أنا الصوت مش سامعه هنا. يلا وليد إسماعيل، نبدأ بالمناظرة. الآن بدأ مرة أخرى. صوتي مرة أخرى يرجع إلي. الناس يسمعون. طب يا أيمن شغلوا لي على السبيكر. يا أيمن شغلوا لي على السبيكر. ثواني شغلوا لي على السبيكر. طب عشان شغلوا لي على السبيكر عشان ما يبقاش فيه حاجة كتير. طيب عشان ما يبقاش فيه حاجة كتير بس. طيب اتفضل. أنت مع من تتكلم يا وليد إسماعيل؟ معي. أنا أتكلم معك الآن. أنا أتكلم. الصوت كويس أنا لا معك أعرف. الآن. مرة تتحدث مع شخص آخر، مرة معي، وأنا لا أعرف. لا الآن معك. الآن معك إن شاء الله. الآن صار أفضل يا وليد إسماعيل. بارك الله بكم. طيب كويس الحمد لله. هذا طيب هذا ليس من المروة أن تؤذوني بهذا الطريق. دقيقة. لا تؤذوني بهذا الطريق، أن ترسلوا إلي صوتي. فأنا يجب علي فقط أن أسمع صوتك وليس صوتي يرجع إلي مرة أخرى. حضرتك أنت سامع كده كويس؟ أنت سامع كده كويس؟ الآن صار أفضل، الآن صار جيد. الحمد لله رب العالمين. ولكن هذا الاختيار يوجد في الاستوديو من ناحية الفنية. ما في خيارات أن تزعجوا. السماعة اللي هنا يا أستاذ السماعة اللي هنا كانت بترد في المايك تاني، فأنا سمعت من خلال السماعة دي. فخلاص كده المشكلة انتهت الحمد لله رب العالمين. الآن المناظرة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المناظرة بإذن الله تعالى هتكون في إسلام أبي بكر الصديق أو إثبات إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ناحية الطرف السني، ومن ناحية الطرف الشيعي إثبات كفر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إن شاء الله المداخلات هنحترم بعد، ما في حد هيخفض الصوت على الثاني. صوتي هيبقى واضح عنده زي ما هو صوته إن شاء الله واضح عندي، والأمور تمام بإذن الله تعالى، وهو سمعني كويس وأنا الآن سمعه كويس. المداخلة هتكون 3 دقائق بإذن الله تعالى لي، و3 دقائق لي إن شاء الله. 3 دقائق قليل. 10 دقائق في 10 طب 5 دقائق. 10 دقائق في 10 دقائق. أنت لا تحكم. أنت ما فيش مشكلة. إحنا بنتناقش. ما فيش مشكلة. أنت لست بحكم على المناظرة. طيب أنت عايز 10 دقائق. ما فيش مشكلة. 10 دقائق إن شاء الله. اسكت يا وليد إسماعيل. لا حول ولا قوة. ليس لك فقط أن تتكلم، بل أنت اقترح واسألني يا شيخ حسن الله يري، هل أنت توافق على هذا الاقتراح؟ طيب حضرتك عايز كام؟ حضرتك عايز كام؟ لا تحكم هكذا. 3 دقائق. من أنت؟
3 دقائق. حضرتك عايزة كام؟ حضرتك عايزة كام؟ 5 ب 5 إن شاء الله. خلافة عمر بن الخطاب تفعلون 5 ب 5 إن شاء الله. 5 ب 5 إن شاء الله. 10 في 10. 10 في 10 إن شاء الله، ما فيش مشكلة. 10 دقائق يا إخوانا ب 10 دقائق إن شاء الله. طيب. وأنت لا تخفض صوتي في قناتك. لا ما في خفض صوت في قناتك ولا لن أخفض صوتك في قناتي إلا أن تسب. إذا شتمت وسببت وخرجت من دائرة الأدب فهذا شيء آخر، وأنا لا أفعل ذلك. ولكن إن شاء الله ما في. طالما أنت تحاول لن تجد مني. اسكت يا لن تجد مني إلا خيرا. اسكت يا وليد اسماعيل، دعني أتكلم. طالما أنت في دائرة الأدب والاحترام والمحاورة العلمية أنا لا أخفض صوتك، وأتوقع منك نفس الشيء، أن لا تخفض صوتي عندك لكي المشاهدين إنهم يشاهدوا ويسمعوا كلامي، بل وهم بعد ذلك يحكمون ويقيمون دليل من هو أقوى، دليل وليد إسماعيل أم دليل حسن الله ياري. بل إنهم يحكمون، وأنا لا أسب ولا أشتم ولا ألعن، ولكن أقدم إليكم براهين من كتبكم، فلا تخفض صوتي عندك كما أنا لا أخفض صوتك عندي في قناتي إلا أن تسب وتشتم. أي نعم. طيب، أولا ابتداء إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين، لأن هي المناظرة الأولى بتاعته، فإن شاء الله نبتدي بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا ابتداء أنا أثبت إسلام أبي بكر الصديق. لا، لماذا أنت أولا؟ لماذا أنت أولا؟ من قال أنت أولا؟ المناظرة أنت اخترت العنوان. من أعطاك هذا الحق أن تكون مبتدئا؟ هذا المناظرة. دقيقة أتكلم. دقيقة أتكلم. اخترت العنوان. دقيقة أتكلم. دقيقة أتكلم. حضرتك اللي اخترت العنوان. حضرتك اللي اخترت العنوان. دقيقة أتكلم. دقيقة أتكلم. هذه المناظرة لك أنت. أنت اللي اخترت العنوان. لا، دقيقة أتكلم. لا تقاطعني بارك الله بك. أنك لا تختار وأنت لا تحكم كل شيء. أي أنت اخترت موضوع وأنا اخترت موضوع. حضرتك أنت اللي اخترت. دعني أتكلم. المناظرة. دعني أتكلم. لو كان كلامي خطأ لا تقبل قل لا أقبل. قل لا أقبل، ولكن دع أتكلم. هذا ليس المناظرة الأولى، هذه المناظرة الثانية بيني وبينك. المناظرة الثانية. يا عم أنت بتتكلم من 8 سنين، أنت بتتكلم من 8 سنين. نعم. المناظرة في عندك أنت. اسكت، أنا أتكلم. يا أستاذ هذا زوجتي ودوري أنا أتكلم. دوري وأنا أتكلم. مشاهدينا الكرام، في المناظرة السابقة هو بدأ بالكلام، الآن دوري أنا أبدأ بالكلام. أي كيف؟ من أعطاك هذا الحق أن تبدأ بالاستدلال؟ أنا أبدأ بالاستدلال. أي والناس يقولون صوتي منخفض. أليس أنت صوتي منخفض في قناتك؟ أنت من اخترت؟ لا، القناة موجودة والصوت يكون الصوت مساويا عندك. أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ أنت اخترت عنوانا وأنا اخترت عنوانا. أنت أيضا اخترت عنوانا، فهذا يساوى. فحينئذ أنا أبدأ بالكلام. يا أستاذ لماذا تخاف؟ يا أستاذ أليس أنت؟ لماذا تهرب؟ لماذا هذا الخوف؟ لماذا الخوف؟ وأنا لا أستدل إلا بالقرآن وإلا من كتبكم. لماذا تخاف يا وليد إسماعيل؟ أليس أنت من اخترت عنوان المناظرة؟ أنت اخترت وأنا اخترت عنوان المناظرة. أنت اخترت وأنا اخترت. المناظرة الثانية. يا أستاذ هذا لا يكون. هذا المناظرة الثانية. هذه هي المناظرة الثانية. هذه هي المناظرة الثانية. أنا أبدأ بالاستدلال. يا أستاذ لا أتركك يا وليد إسماعيل. اهدى بس، اهدى، ما تخاف، اهدى. أنت الذي تخاف. أنت الذي تخاف. أنت. أنا لا أستدل إلا بالكتاب وإلا بالبخاري ومسلم. يعني أنا هستدل وأنت تخاف أنا أثبت كفر أبي بكر. فأنت جبنت والحمد لله واعترفت الآن. من خوفك اعترفت بكفر أبي بكر. الحمد لله. من خوفك. أنت مرتبك ليه؟ لماذا لا تأذن لي أن أبدأ بالمناظرة؟ حبيبي أنا أبدأ. حبيبي اهدى حبيبي. حضرتك اللي اخترت العنوان، يعني أنا المفروض إن أنا أثبت إيمان أبي بكر الصديق. لحضرتك المناظرة الثانية المفروض انت اللي بتبدا، لان انا اللي اخترت العنوان، الا وهو في مساله العصمه في كتاب الله عز وجل.
ده عرف سائد حضرتك، ده عرف سائد. اما ان انت بتكلمني حضرتك من 8 سنين. لو سمحت حضرتك بص، انا هقول لحضرتك حاجه. انا لن اخذ 10 دقائق. اديني دقيقه واحده واتكلم انت بعدها، ماشي؟ دقيقه واحده. لا يعني المداخله بتاعتي دقيقه دوري واحده. الان دوري وانا اتكلم. انا لو قاطعك فاسكت الان. فاسكت الان. لو سمحت فاسكت الان. دقيقه واحده الان. فاسكت دقيقه واحده. فاسكت انا اتكلم. دقيقه واحده الان. دقيقه دعني اتكلم. انا اجيب على ما طرحته. اجيب على ما طرحت. تفضل. اشكرك بارك الله بك. اولا ان الناس يكتبون الي بالتكست وهم يقولون صوتي منخفض في قناتك، وأنا أتوقع منك هذا الأسلوب، أنكم تخافون، وإنكم بل في الخوف مما أنا سوف أقدم إليكم. أنا لا إن شاء الله تبارك وتعالى لا أستدل إلا بالقرآن، ولا أستدل إلا بالسنة التي أنتم رويتم في كتبكم مع تصحيح الروايات والأحاديث، ومن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أثبت مقصودي. وأما ما قلت فلأجل ذلك إنك خفضت صوتي في قناتك. أما ما قلت إنك تبدأ أولا لأنني اخترت الموضوع، وهذا المناظرة الأولى بيننا، وهذا كذب منك كما هو دعبك، وأنت لا تستحي من الله. هذا المناظرة الثانية، وهذه بل استمرار لتلك المناظرة، لأنك هربت من تلك المناظرة، وإنك اخترت موضوعا وأنا اخترت موضوعا، فهذا من تلك الناحية بيننا مساواة ولا فضيلة لأحد على الآخر. من ذلك الناحية بيننا مساواة. أما المناظرة الأولى أنت بدأت بالكلام، انظر إلى التسجيل، أنت بدأت بالكلام، وهذه المناظرة اسكت لا تقاطعني، اسكت. وهذه المناظرة الثانية حسن ياري فأنا أبدأ بالكلام، فالحمد لله رب العالمين. 10 دقائق لي و10 دقيقة واحدة. أنا أخذ في المقدمة بتاعتي دقيقة واحدة، خذ 10 دقائق، دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. يعني أنا أبدأ بدقيقة أنا من حقي أن أبدأ، وقل لي لا مش من حقك، أنا أسمع، أنا أعطيك أن تبدأ، أنت من أعطيك أن تبدأ، دقيقة واحدة أعطيك أن تبدأ، ولكن أسألك سؤالا، لماذا هذا الخوف؟ أنت بدأت المناظرة الأولى، أنت بدأت بالكلام، هذه المناظرة من حقي أن أبدأ بالكلام، ولكن يا رجل أنت بتتكلم وأنت حارب منذ على قناتك. أي نعم، وأنت حارب منذ 8 سنوات، وأنت والذي حربت منذ 8 سنوات. أي أنا شغلت المناظرة عندي أمس على قناتي وكل عالم من هرب. الآن أبدأ توكل على الله. أنا عايز دقيقة واحدة بس، دقيقة واحدة. وهو خائف. هذا كرم مني. استمع أنا جيدا. هذا مروة مني. أكيد كرم منك. أي وجودا مني، والتفضل من الشيعة، هذا صدقة من الزهراء ومن شيعة آل محمد عليهم السلام على النواسب. خذ هذه الصدقة أنت، هذه الصدقة والزكاة منا، خذها. ما فيش تعودتم على أكل الزكاة بإذن الله. الدقيقة تعودتم على أكل الناس. هذا الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أبدأ المناظرة مباشرة بسؤال صاروخي، وأتحداه أن يجيب في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أسأله سؤال مباشر، ويعني أترجى الشيعة أن يجعلوه يجاوب، ولن يجاوب، أنا أعلم ذلك لأنه سيهزم في أول دقيقة. ألا وهو السيدة المسلمة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان كافرا أم مسلما؟ كان كافرا أم مسلما؟ انتهت المناظرة. تفضل. نعم انتهى. الآن 10 دقائق لي، صحيح؟ تفضل جاوب. تفضل جاوب. لا ولا تقاطعني كما لم أقاطعك حين المناظرة. تفضل جاوب. لا تفضل جاوب. لا أنا لا أجيبك حتى تعطيني هذا من عندك أن لا تقاطعني. اتفضل جاوب، بس تجاوب. أنا أجيبك، ولكن هل لك أن لا اتفضل جاوب. أعطي قولك. 10 دقائق.
أنا لا أبدأ 10 دقائق. أي أشكرك، اجلس هكذا. ضع يدك السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق هل هذا كان مسلما أم كافرا؟ بس مش عايز السؤال ده. تفضل. إذا أنا بدأت بالجواب فليس لك حق المقاطعة. تفهم هذا الكلام وتتعهد به؟ تفضل جاوب. ما فيش مشكلة بس تفضل جاوب. أشكرك بارك الله. 9 دقائق. تفضل جاوب. أشكرك بارك الله بك. أحسنتم وبوركت. مشاهدينا الكرام، ما هو سألنا فجوابه جدا سهل. فالرجل بل يريد، إذا هو يريد أن يثبت لنا إسلام أبي بكر الظاهري كما كان لكثير من المنافقين أنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين فينكحون وينكحون ويرثون ويورثون، فنحن لا ننكر ذلك، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. الله أكبر. لا تقاطعني. لا تقاطعني. الله أكبر. لا تقاطعني. انتهت المناظرة. امشي. لا تقاطعني. امشي. لا تقاطعني. انت بتتكلم في اسلام. انت حرام. انت بتتكلم في اسلام. لا تقاطعني. بتتكلم في اسلام. تقول اسلام ظاهري. لا تقاطعني. انت ما اتكلمت في الايمان. شق لا يفرق الان. لا تقاطعني. لا تقاطعني. لا تقاطعني. اقسم بالله انا صابر عليك من اول امس حتى تكون صاغرا. الان انت تتكلم في الاسلام الظاهري. انت لم تتكلم عن الايمان. نحن نتكلم عن الاسلام. نحن نتكلم عن الإسلام، ولكن للإسلام قسمان. دعني أتكلم. الإسلام هذا يراوغ أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس فقط. دعني أتكلم. دعني أتكلم. أنت أحد عهدي لكي لا تقاطعني. لكي لا تقاطعني. والله ما سيبك. والله خليك طفل لا تقاطعني. أنا ساكت عليك أساسا. أنا ساكت عليك. والله أنا ساكت عليك من أول أمس يا نصاب يا حرامي. ساكت عليك من أول أمس. وفي أول المناظرة أخطأت في عمر بن الخطاب ومررتها، وأمس برضه مررتها عندما تكلمت معي وسجلت التسجيل على أني أهرب، وأنت الذي تكلم. تحدث. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا، فالباطل لا يعلم إلا الله عز وجل. الباطل أخبر به الله. الباطل أخبر به الله. هل الله عز وجل أخبر بأن باطن أبو بكر الصديق أخبر. دعني أتكلم. اتفضل. اسكت. اتفضل. أولا تقر أمام الناس. اسكت لكي يتكلم. هكذا لا يكون. إخوتنا المناظرين، إخوتنا المشاهدين، تقر أمام الناس أن السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان مسلما. هل تقر بذلك؟ أي. الجواب لا يفرق بين الإيمان وبين الإسلام. الجواب يا أحبة. اتفضل الجواب. تفضل. هذا من أدبك يا أيها العمري يا ولد إسماعيل. امشي. أنا لا أتكلم حتى أنت تسكت. تكلم. تحدث. هذا بقى أكتر من كده. امشي. يلا. أنا لا. امشي. هذا السب. أنا لا أعرف ما هو. ربما هو سبني. ربما هذا من كلمات العامية. سبني. خلاص نرفزني خلاص. إخوتنا المشاهدين الكرام، وإذا هو يقاطعني فهذا دليل إنه لا يمكن المناظرة معه لأنه يقاطعني، ولكن إذا هو يتركني أنا أتكلم فأنا أجيب. أنا إنسان مؤدب وأنا أريد أن يكون بيني وبين وقطع الاتصال. على كل حال جوابه سادتنا المشاهدين. هذا كتاب الإيمان تأليف ابن تيمية الحراني. انظروا سادتنا صفحة 167. قد تنازع الفقهاء وقطع الاتصال. يقول انتهى المناظرة. يقول قد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقه هل يرث ويورث على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة. هذا كلام من ابن تيمية الحراني، وهو إمامكم وهو شيخكم. إخوتنا المشاهدين الكرام، هو طرح علي السؤال ولم يتركني لكي أجيبه،
وقطع الاتصال وهرب. يقول الآن الصورة منجمدة لأن الشيخ وليد إسماعيل قطع الاتصال، قطع علينا الاتصال لأنه لا يريد. أنا أستدل بل هل أسماء بنت عميس حينما تزوج بأبي بكر أبي بكر ابن أبي قحافة هل كان أبو بكر مسلما أم لم يكن مسلما؟ فالجواب هو ما أعطاه ابن تيمية في كتاب الإيمان. قد تنازع الفقهاء في أن المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته بل المنافق الذي يكتم زندقته. انظروا سادة المنافق مشاهدين، المنافق الذي يكتم زندقته، يكتم زندقته هل يرث أو يورث؟ على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث وإن كان في الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام الذي أنت تريد أن تثبته، هذا الإسلام يجري على المنافق الذي يكتم زندقته. والباطن أبي بكر، هل من أبي بكر صدر منه أفعال يحكم بسببه عليه بأنه منافق وأنه خرج عن الإسلام؟ نعم، عندنا أدلة على ذلك كثيرة. هذا شيخك ابن تيمية. أريكم سادتنا المشاهدين الكرام ابن تيمية. وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجري عليهم الأحكام الإسلام الظاهر. واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بل إن هذا الذي أنت تثبته في المنافقين في أبي بكر بل أنا أريكم سادتنا الأفاضل سورة المنافقين، وهو سادتنا هو ترك وذهب ولم يعطيني مجال لكي أجيبه. وهذا الحمد لله رب العالمين هو اعتراف منه، هذا الهروب من وليد إسماعيل اعتراف منه على كفر أبي بكر. لو أنا ما كنت قادرا على إثبات كفر أبي بكر لما قطع علي ولما هرب هكذا وليد إسماعيل. سادتنا المشاهدين الكرام، القرآن المجيد والفرقان الحميد سورة المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إنهم يشهدون بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله تبارك وتعالى عن المنافقين بل قال عنهم ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. هذا من كان هذا الذي شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ليخرجن الأعز منه الأذل الذليل؟ هذا كتاب البخاري طبع دار إحياء التراث العربي، طبع سنة 2001. سادتنا المشاهدين الكرام، هذا في صفحة 897 تجدون هذه الرواية، رواية رقم 4905. بلي قال سفيان سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري في جيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقالوا دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال فعلوها
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل. هذا عبد الله ابن أبي ابن سلول الذي كان رئيس المنافقين قال لئن رجعنا إلى المدينة في غزوة مؤتة بل لا يخرجن العز منه الأذل. من يقصد بذلك؟ يقصد الأذل، يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو شتم النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اتركه، بل إن الناس يتحدثون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، يقتل بل وهو شتم، وشتم النبي صلى الله عليه وسلم يكون كفرا بلا شك وبلا ريب. وفي نفس كتاب البخاري صفحة 231 بل سمع جابر بن عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فأنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. هذا اسم إسلام الظاهري يطلق على المنافق الذي يكتم زندقته وإلحاده. فإذا أنت تريد أن تثبت هذا الإسلام لأبي بكر فنحن لا ننكر ذلك، نقول إنه كان على الظاهر مسلم، ولكن مسلم يكتم زندقته، وهو صدر منه أمور لا ينسجم مع الإسلام ومع الإيمان، وأنت فررت وهربت من هذه المناظرة. الحمد لله رب العالمين. يا وليد إسماعيل، هذا صورتك، هذا صورة وليد إسماعيل حينما هرب، حينما قطع الاتصال وخرج عن الرابط الذي كنا نتحدث عليها. بل هل أنت تريد أن نكاح أسماء بل مع أبي بكر كصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول. أما لماذا نحن نحكم بأبي بكر بأنه كفر؟ فكان عليك يجب أن تسمع لأدلتنا وتجيب عن أدلتنا. وأنت كذبت على الناس كلهم بأنك تتحدث دقيقة ثم بعد ذلك تعطيني مجال لكي أجيب عليك، وأنت لم تعطيني جواب وقطعت وفررت. وأنا ماذا قلت سادتنا الأفاضل في بداية هذا؟ قلت سادتنا الأفاضل هذا هو إعلان لهذه المناظرة، مناظرة على كفر أبي بكر بل ولكن توقعوا هروب إسماعيل العمري مرة أخرى وليد إسماعيل العمري مرة أخرى بل ثم كتبنا هنالك مناظرة مع وليد إسماعيل على هل أبو بكر مسلم أم كافر إذا لا يفر وليد مرة أخرى، والفرار هو المتوقع منه. هذا هو عنواننا. كنا نعلم بأنك تهرب يا وليد إسماعيل، كنا نعلم بأنك تهرب. سألتني سؤالا كيف كان نكاح أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع أبي بكر بن أبي قحافة، فكان عليك أن تسمع لجوابنا، وأنا كنت أجيب عن كتبكم، عن بخاري ومسلم وكتب ابن تيمية، وأنت تتبع ابن تيمية. هذا كتاب مجموعة الفتاوى لشيخهم ابن تيمية الحراني، مجموعة الفتاوى لشيخهم ابن تيمية، الجزء 7. الحمد لله رب العالمين بأن وليد إسماعيل قد فضح الفرقة العمرية بهروب هذا. ما كان عليك أن تقبل المناظرة يا وليد إسماعيل، فإذا أنت لا تقدر أن تناظر فلماذا قبلت المناظرة؟ لا تقدر أن انظروا سادتنا الأفاضل، ليس المناظرة على خلافة أبي بكر، المناظرة على كفر أبي بكر، وهو هرب من ذلك. سادتنا الأفاضل الكرام، هذا كتاب مجموعة الفتاوى الجزء 7 لابن تيمية الحراني، طبع سنة 2005 بدار الوفاة في منصورة المصر. في هذا الكتاب سادتنا الأفاضل انظروا في صفحة 375 انظروا
إن كثيرا من الفقهاء يظن أنه من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذا الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا 3 أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. كلامنا في هذا: منافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحد بما يوجب عقوبته. بل هذا انظروا، عفوا أنا أريكم المتن مرة أخرى. إن كثيرا من الفقهاء يظن أنه من قال فيه هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا 3 أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. كلامنا في هذا. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. الحمد لله رب العالمين. مشاهدين الكرام، ماذا تقولون أيها الناس في فرار هذا الرجل؟ وليد إسماعيل قد فررت وهربت وفضحت أبا بكر، وأنا عندي كان عليك أن تبقى، وأنا الآن كنت أتوقع ذلك من وليد إسماعيل، وأنا أريد الآن مع كل احترامي مع إخوتي من أهل القبلة من المسلمين الذين يسمون أنفسهم أهل السنة، وهم إخوتنا وأنا أحبهم، وهم زملاؤنا وهم جارنا، وهم عشنا معهم منذ سنين ونحن نعرفهم، وكثير منهم يحبون أهل البيت عليهم السلام، ولكن أكثرهم لا يعرفون الحق. فأنا هؤلاء الإخوة من أهل السنة المحترمين كلامي مواجه لهم، وكلامي مواجه لعلمائهم ومحققيهم. هذا الرجل وليد إسماعيل هذا الذي هرب منا، وهذا لحظة هروبه حينما قطع الرابطة. هو كان مهيئا من الأول أن لا يناظرنا، بمجرد طرح علي سؤال ولم يعطيني مجال لكي أجيبه، قطع علي الاتصال وذهب. على كل حال الحمد لله العاقل، وأنتم عقلاء، أنتم تعرفون ماذا جرى بيني وبين وليد إسماعيل الليلة. كلامي لعلماء المخالفين، لعلماء الفرقة العمرية ومحققيهم. وليد إسماعيل ليس من علمائهم وليس من محققيهم، وليس له أي وزن في العلم، وهو لا يليق المحاورة ولا المناظرة. قد بين لنا ما هو بهروبه هذا. كلامي مع العلماء الأفاضل، أقول لهم أيها العلماء الأفاضل، أيها المحققون الكبار، بارك الله فيكم، أنا عندي أدلة كثيرة، عندي إن هذا العبد الحقير أدلة كثيرة من الكتاب ومن أصح أحاديثكم على كفر أبي بكر، على زندقة أبي بكر، بأن الرجل قد صدر منه ما من البدع ومن المعاصي، ونزل في حقه من الآيات ما صريح في كفر الرجل مع ظاهر إسلامه. وأنتم تعلمون إن ظاهر الإسلام يجمع مع الزندقة الذي هو يكتمه.
أدلة كثيرة، وهذا تحدي مني ودعوة مني إليكم أيها العلماء. وليد إسماعيل قد فضحكم، وليد إسماعيل قد هرب، وهو كان متوقع منه ذلك، وأنا كتبت على يوتيوب ونتوقع منه الفرار وهو فر. يا إخوتنا أيها العلماء، أنا عندي أدلة كثيرة، أنا أتحداكم، تفضلوا. وليد إسماعيل ليس برجل، وليد إسماعيل ليس عنده علم ولا تحقيق، وهو خائف، بل خائف من أن يواجهنا، وأنا لا أتكلم معه لأن الرجل بل ليس أهل للكلام. فإخوتنا المشاهدين أيها العلماء من العمرية، إذا بينكم في مصر أو في المغرب أو في ليبيا أو في تونس أو في الجزائر أو في سوريا أو في الشام، في الأردن، في فلسطين، في الحجاز، في النجد، في الجزيرة العربية، في اليمن، في الإمارات، في الكويت، في العراق، في تركيا، في أي بلد آخر، يوجد عالم من علماء العمري يناظرني على إثبات إسلام أبي بكر أو إثبات كفره، فليسمع منا أدلتنا ولا يفر كما فر وليد إسماعيل. فأنا عندي أدلة كثيرة من كتبكم، ليس من كتب الشيعة، من كتبكم ومن الصحاح، من الأحاديث الصحيحة، ومن الآيات من القرآن العظيم على كفر أبي بكر. فأنا منتظر لكم أيها العلماء.